السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير. شوفوا اليوم جبت لكم وصفة البيتزا ولا اروع بيتزا وعليها الكلام، ما تزيدوش تشروها من برا. بيتزا كاري ولا اروع، بوصفة العجينة ناجحة 100% وتشهي، والبنة ما نحكي لكمش ولا اروع، مقرمشة وطرية. ما عندي ما نزيد، الصورة هي اللي راهي شوفوا كيفاه تجي كيما تاع برا، تجي كيما تاع برا اللي تشروها. وننصحكم ما تزيدوش تشروها، غير ديروها في المنزل وجربوا هذه الوصفه الجديده اللي جبتها لكم. ومعايا دائما يكون الجديد، ما نجيش نطلع عليكم، نهار نطلع عليكم نجيب لكم الجديد. وصفه ولا اروع. تبعوا الفيديو الى الاخر. شوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا ما تجي خشينه، ما تجي ركيكه، تجي متوسطه. نتوما على حسب ما راكم باغيينها كيفاه تجي، ومقرمشه بنه فيه مثل البنه. تبعوا الفيديو الى الاخر، ما تنساوليش الجيم والله يا حبيباتي. بس نبدا على بركه الله. شوفوا غادي نديروا العجينه بدون بيض. هاد العجينه اللي جبتها لكم تاع البيتزا بدون بيض وسهله، ما تديش وقت كبير. عندنا كاس حليب يكون دافي، دائما بالكاس تاع ام وليد نعبروا به. عندنا كاس تاع الماء تاني يكون دافي. عندنا نزيدو نضيفو مغرف ونص سكر، مغرف ونص خميرة الخبز، ونخلطو بالفوي حتى تتجانس المكونات، غير بالفوي حتى تتجانس المكونات. غادي نضيفو نص كاس زيت. بعد ما تجانسو المكونات نضيفو نص كاس زيت، دائما بنفس المكيال. نخلطو مليح، وغادي نضيفو كاس تاع الفرينة تكون مغربله. بعد ما نخلطوها مليح وتدخل الفرينة، شوفوا غادي نخلوها ترتاح 10 دقائق. شوفوا بعد ما ارتاحت 10 دقائق تولينا اون موس، تولينا هكذا اون موس. دركا نضيفوا الفرينة بالتدريج. الملح مازال ما درتوش. الملح عندنا 15 غرام تاع الملح في كيلو فرينة، ديروا 20 غرام ملح، لكن انا هنا ما درتش كيلو فرينة، غادي ندير غير 15 غرام تاع الملح اللي مغرف ممسوحه. نخلطوه بالملعقه تاع اللوح. شوفوا غادي تجيكم خفيفه، قسما نلموها برك ونديرو بيدينا. شوفوا دوكا نستعملو يدينا باه نعجنوها، ونزيدو الفرينه بالطبع حتى تسلم لنا العجينه. شوفوا كي راهي مازال راهي طريه. نزيدو لها مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، مغرف صغيره تاع قهوه، باه تعطينا الطراوه، تكون مقرمشه او ميم طون راهي طريه، تجي واحد البيتزا ولا اروع. هذه عجينه البيتزا بدون بيض، ننصحكم تجربوها لوليداتكم. شوفوا نزيدو الفرينه بالتدريج حتى تمسك لنا العجينه، ما نديروهاش يابسه، خلوها طريه. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاه يكون. شوفوا مادام ما ولاتش تلصق في اليان تاعنا. شوفوا ها راهي نزيدو لها رشه خفيفه
تقدروا في الزيت تاع نص كاس ديروا زيت زيتون. نتوما على حساب ما راكم باغيين. نعجنوها 5 دقائق، ما با 5 دقائق حتى تلمنا تولي ملسه. شوفوا كيفاه تكون طريه. هذا هو القوام تاعها. شوفوا كيفاه جات. هذه هي. نغطيوها ونخلوها تخمر. نزيدوا لها رشه فرينه خفيفه ونخلوها تخمر. شوفوا هاي تلمت العجينه مليح. هذا هو القوام تاعها. نزيدو رشه تاع زيت زيتونه. انا نبغي زيت زيتون في البيتزا، يعطينا ذوق ولا اروع. وهذه اذواق، كل واحد والذوق تاعو. كان اللي ما يستعملش زيت زيتون يدير زيت نورمال عادي. دوك نخليها تضاعف. من يتضاعف الحجم تاعها نرجع لكم. نوجدوا الطماطم نتاعنا. انا هنا بالنسبه للصلصه الطماطم كانت عندي طايبه، انا درت العوله تاع الطماطم. من بعد نتقاسم معاكم كيف طيبتها. هذه طماطم ما فيها والو، طيبتها غسلتها مليح وقطعتها وخليتها طيب. ومن بعد رحيتها ميكسيتها. شوف ما درت لها لا زيت لا والو، تعطينا تقعد لنا حميمره حمراء. درك الان اش غادي ندير لها؟ ما فيها لا بصله لا والو. انا نطيب الطوماطيش هكذا ونخبيها. ومن بعد انايا واش نضيف لها في كل وصفه واش ندير فيها. غادي ندير شويه زيت زيتون، غادي ندير التوابل نتبلها دركا. عندنا الملح طبعا ما نكثروش الملح. غادي ندير لها شويه فلفل كحل، وندير لها شويه معدنوس يابس. انا نموت على المعدنوس يابس في صلصه الطماطم. وشويه كمون، تعطينا ريحه الكمون في الطماطم، يعطينا ريحه الحوت يجي ولا اروع. وعندنا شويه زعتر رشه خفيفه. ونخليها تغلي. هنايا ما غاديش ندير طماطم مصبره، انا ما نستعملهاش خاطرش الطماطم تاعنا راهي طايبه واجده مليحه، ما خصنيش نزيد لها لاسيديتي. هذه تكفيني. من ترفد الغليه غادي نطفي عليها، تبدا تغلي ويدخلوا لها لي زيبيس، نطفي عليها. دوك تبدا تغلي. شوفها غلات مليح، غادي نطفي عليها. شوفوا كيفاه جات، كيفاه تكون حمراء. هنايا بدون اضافات، ما درت لها لا طماطم معلبه لا والو. شوفوا هاي بدات تبقبق. من ترفد الغليه غادي نطفي عليها. هنا راهي رفدت الغليه. شوفوا هاي بدات تغلي. درك نطفي عليها وتكون الطماطم تاعنا واجده باذن الله. ما تنساونيش بالجيم والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا بتكبر لنا القناه ونكونوا مع بعض ودائما جديد. والصدق والمصداقيه في الوصفات، دائما الصدق والمصداقيه في الوصفات، هذا هو شعارنا. انا نطفي عليها خلاص راهي واجده، وخليها تبرد
ونرجعوا للبيتزا تاعنا. تقدروا ديروا هنا الرند، انا ما درتش الرند، ما كانش متوفر عندي. هنا تقدروا ديروا بريقه تاع الرند. مادام درك العجينه راهي ضاعف الحجم تاعها، شوفوا كيف ضاعف الحجم تاعها، نديغازيوها نهودوا لها الخمور. شوفوا كي راهي كي جات طريه نقسموها. انا هاد العجينه دير لي زوج تاع لي بلاطو كبار، غادي ندير لكم، غادي نقسمها على 2، غادي دير لي زوج تاع لي بلاطو كبار. شوفوا نجيب البلاطو نوريه لكم وندهنوه دائما بالزيت البلاطو تاعنا. هذه استيس باه تجيكم مقرمشه من تحت. شوفوا انا دائما درت زيت زيتون، نتوما دركا هذه اذواق كل واحد والذوق تاعو. درتها بالزيت زيتون. ودركا نحلو العجينه تاعنا، نرشوا البلون دو طرافاي ولا سطح العمل بالفرينه ونحلو العجينه تاعنا على باه هكا تجينا العمليه سهله. نحطوها من بعد غير فوق البلاطو. انا نحل العجينه تاعي ومن بعد نرجع لكم. هنا سرعت لكم الفيديو باه يجيكم قصير شويه. راني نحل فيها، لازم تحلوها على حسب البلاطو تاعكم. شوفوا بعد ما حليتها نحطوها على البلاطو ونحو الزوائد طبعا. شوفوا نقلعوا الزوائد. شوفوا بعد ما نحو الزوائد نطيب العجينه تاعنا نتقلبوها بالفرشيطه. لمن هيك نتقلبوها بالفرشيطه تريح 5 دقائق حتى 10 نقلبوها كامل بالفرشيطه. بعد ما تقلبوها لينها ارتاحت غنشعل الفرن نص ساعه قبل ما نطيبوها. ورانا غير ما تنشف نديرو لاصوص طماط عليها نمشيوها لاصوص طماط على العجينه. شوفوا نزيدو كميه تاع الطماطم. شوفوا نمشيو نديرو كامل وتحلى. شوفوا الزيتون نديرو لها الزيتون. شوفوا الزيتون غير الزيتون وندخلو من الطيب من تحت نخرجوها ديري واش وتعمروها كما بغيتي. ديري لها من الفوق انتي واش عندك في البيت في المنزل على حساب واش عندك. انا ندير الزيتون بديتي الزيتون طيها الطيب. انا ما نجيبش على الفوق تاعي. ما تنساونيش بالاعجاب والاشتراك في القناه قبل ما يسعى قبل ما يتعلم الشرطه. من بعد نكملوا المكونات اللي بقاونا نحطها على اعلى درجه. نشوفوا ندير لها الفرماج. ننصحكم بهذا الفرماج جدا ما شاء الله. هذا ماشي ايش بني خاص. شوف تحضيره بدائيه باش يطلع سبيسيال للبيتزا. باش تحضيره هذا ماشي اشهار يعني نقول عجبني جربته. شوف ما شاء الله ويجربوا دوك نبغي نزيدو. شوفوا قلت لكم البيتزا نديروها في الحشي، نديروهاش الحشي بالبيتزاريو باش نخشى النتيجه دور او دقيقه. نكمل في الفرماج. غنسرع لكم في الفيديو باش يجيكم شويه قصير.
نديروها كامل. وانا هنايا عندي السردين معلق في البيتزا. انا درتهم فرماج. غادي نحط فيه لي زونشون. عندي السردين. شوفوا تقدروا تخلوها حتى ما يفتح. نديرها درسمها ونحطوا السردين تاعك ولا لي زونشوا. شي السردين المعلب تحط هذا السردين المعلب نديره ديري في البيتزا تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش وجربوها ما تندموش. هذه أبن وصفة وأشهى وأطيب بيتزا كاري لوكسا اللي عملتها في حياتي. هذه ما نستغناش عليها. السردين الوصفات اللي نحطها لكم بكل صدق ومصداقية. هذا هو الشعار تاعها. ندهنوها بزيت. شوفوا نكمل ندير كامل السردين. نشوفوا بعد نزيدو عليها شويه. شوفوا كي دار بسم الله ما شاء الله الفرماج. نزيدو عليها متنساوش ندهنوها دايما بالزيت زيتون. ندهنوها في الابيض بسم الله ما شاء الله. نزيدلها شويه فرماج باش تدهنين هذا الفرماج. البن تاعي ولا اروع. وما ننساوش ندهنوها بالزيت زيتون ولا بالزيت تاع السردين. تاع السردين باش نديرو زيت تطرامها نحاول فيها لا ما يكسر. دو بريفيرونس دهنيها بالزيتون. البيتزا تاعي بسم الله ما شاء الله. هي سخونه تدهن تعطيك هذيك غادي والبن تزيدي ترشي ليها شوفوا كي نقسمها لكم ولا اروع. لو كنتي نقسمها ما نحكيلكمش ما كنسقطكمش ما تقلقش. نشوفوا كيفاش غادي باهي الحافه. انا طيبتها شويه زياده من تحت. شوفوا باش يبغوها مقرمشه ما يبغوهاليش بيضه ولا هذيك دوغي. يبغوها حميمه. يقول لك ماما نبغوها طايبه. بنة ما نحكيلكمش. الوصفه هي الفيديو راه يطلع وحده ما نتكلمش عليه. جربوها تعجبكم الوصفه. ما تلصق في البلا لا والو. بسم الله ما شاء الله. عاودي تمرين كيف يشوفوا كي طاطا تم طلعتها بزاف. كامل طايبه وحميمه. دير باوز. شوفوا دورة طايبه. دير باوز. شوفوا كيفاه تجي طايبه حميمه. شوفوا وتقرمش. نديرو الشوها مهمه بن. ان شاء الله تجربوها. تعجبكم الوصفه. ان شاء الله تجربوها. نلتقوا في فيديو جديد.